بتبدأ الحكاية في مزرعة معزولة بعيد عن المدينة. وساعتها بقى صاحب المزرعة دي سمع صوت عالي جاي من حظيرة الأغنام بتاعته. فصاحب المزرعة وقتها قرر يروح للحظيرة عشان يعرف ايه الصوت ده ويطمن على الغنم بتوعه. بس الغريب بقى أول ما صاحب المزرعة دخل الحظيرة اختفى وما طلعلوش صوت وكأن حد أكله. بس بعدها بشوية مراته قلقت عليه وحست إن جوزها اتأخر، ولما استنته شوية وبرضه ما جاش قررت إنها تخرج من البيت وتروح الحظيرة عشان تشوف إيه اللي حصل له. وطبعا ساعتها كانت بتتسحب في هدوء ومش فاهمة إيه اللي بيحصل. بس للأسف فجأة ظهر حيوان مفترس وهجم عليها وقتلها في ثواني. وكده بقى صاحب المزرعة ومراته وكل الأغنام بتاعتهم ماتوا في اليوم ده. وفي اليوم اللي بعده بنروح لمزرعة تانية قريبة من المزرعة الأولانية. وساعتها بقى بنشوف صاحب المزرعة وكان اسمه آدم. وآدم ده كان مهتم بالحظيرة بتاعته جدا وكان كل يوم بيروحها من بدري عشان يطمن على الأغنام. بس للأسف في اليوم ده لما آدم وصل للحظيرة لقى الأغنام كلها ميتة. فآدم بيجيب البندقية بتاعته وبيبدأ يدور في المزرعة كلها عشان كان مستغرب ومش فاهم مين اللي عمل كده. وعلى الجانب الآخر بنشوف كارلا مرات آدم، ودي كانت دكتورة بيطرية وعاملة عيادة صغيرة جنب البيت بتاعهم. وكارلا في الوقت ده كان معاها ابنها هنري وبيعالجوا كلب صغير في قلب العيادة. وبره في المزرعة بقى بنشوف صوفي بنت كارلا وآدم، وكانت وقتها قاعدة مبسوطة جدا وبتكلم حبيبها. وبعدها بشوية كارلا سمعت في الراديو خبر وفاة المزارع ومراته اللي في المزرعة اللي جنبهم، وكمان عرفت إنهم ماتوا بسبب هجوم قطيع من الكلاب المفترسة عليهم. فكارلا وقتها خافت على عيلتها وكانت مستغربة جدا إزاي الكلاب تعمل كده وتكون بالوحشية دي. بس بعدها بشوية صغيرين بيوصل للمزرعة بتاعتهم مسؤول البنك وبلغ كارلا إن خلاص ما بقاش قدامهم وقت ولازم يدفعوا الفلوس يا إما البنك هيحجز على المزرعة. فكارلا اعتذرت له وترجته إنهم يصبروا شوية كمان لحد ما يجمعوا المبلغ. فمسؤول البنك عرفها انه ما ينفعش وقال لها ان كل اللي يقدر يعمله انهم يصبروا لحد اخر الشهر وبعد كده البنك هيجي يحجز على المزرعة. فكارلا شكرته وقالت له انها هتحاول هي وآدم يدبروا المبلغ في اسرع وقت. ولما المسؤول خلص ومشي كان في طريقه للرجوع للمدينة تاني، بس لسوء حظه قرر يقف على جنب عشان ينزل ويدخل الحمام. وطبعا اللي عمله ده كان أسوأ قرار أخده في حياته، وده لأن المسؤول سمع جنبه أصوات غريبة وحس إن في حاجة بتراقبه. ولما بص حواليه ملقاش حاجة، بس فجأة قطيع الكلاب ظهر وهجموا على المسؤول ده. وطبعا للأسف فضلوا يعضوه بكل وحشية لحد ما في الآخر مات. وعلى الجانب الآخر آدم كان لسه في حظيرة الأغنام، ولما دور كتير ملقاش حاجة وكل اللي اكتشفوا إن الأغنام ماتت بسبب كلاب. فآدم ساعتها ركب عربيته بسرعة ورجع للبيت بتاعه عشان يبلغ كارلا باللي حصل. ولما الليل جه الكهرباء بتقطع في مزرعة آدم، فكارلا حاولت بكل الطرق إنها تشغل العداد، بس بعد محاولات كتير كارلا فشلت ومعرفتش ترجع الكهرباء. فساعتها آدم خرج من البيت وراح عند المولد وحاول يشغله، وبعد كذا محاولة آدم نجح وعرف يرجع الكهرباء للبيت. بس قبل ما آدم يدخل البيت سمع صوت غريب جاي من الغابة. ففضول آدم خلاه يمشي ورا الصوت ده عشان يعرف ايه مصدره. وأول لما آدم دخل جوه الغابة شاف عيون مخيفة بتنور من ورا الشجر. فآدم وقتها عرف انه في خطر وبدأ يتسحب في هدوء لحد ما خرج من الغابة وطلع يجري بسرعة عشان يوصل للبيت. بس طبعا الكلاب بقى ما سابتوش وطلعت تجري وراه عشان تحاول تمسكه. بس لحسن الحظ آدم كان بيجري بأقصى سرعة وقدر يوصل البيت بتاعه ودخل وقفل الباب على آخر لحظة. بس الكلاب برضه ما سابتوش وفضلوا يحاولوا يكسروا في الباب عشان يخلصوا منه. فآدم لأنه خايف على عيلته راح بسرعة وجهز البندقية ووقف ورا الباب عشان لو أي كلب دخل يقتله. وبالنسبة لكارلا بقى راحت واتصلت بالشرطة وبلغتهم إن في كلاب متوحشة بتهجم على المزرعة بتاعتهم. بس بعد ثواني بالظبط صوت الكلاب اللي عند الباب بيهدى، فآدم وكارلا ما بيكونوش فاهمين ايه اللي بيحصل. وبعدها بيكتشفوا ان الكلاب بيحاولوا يخشوا لهم من الشبابيك. وكده للأسف بقى آدم وعيلته بقوا متحاصرين جوه البيت والكلاب حواليهم في كل مكان. فكارلا وآدم بيسيبوا الباب وبيجروا بسرعة عشان يقفلوا شبابيك البيت ويأمنوها.
وبعد ما بيعملوا كده بيروحوا يقفوا ورا الباب، لأن دلوقتي ده المكان الوحيد اللي ممكن الكلاب يخشوا لهم منه. ولما آدم سمع صوت تاني جاي من ورا الباب فضل يضرب بالبندقية بتاعته، وكان غرضه إنه يموت الكلب اللي ورا الباب. ولما الصوت اختفى آدم راح وفتح الباب، بس ساعتها بقى ما بيلاقيش الكلب وبيلاقي دم على الأرض. فآدم بيطمن وبيفتكر إن الكلاب خافت ومشيت. ولسوء الحظ بقى قبل ما آدم يقفل الباب في كلب تاني ظهر وهجم على آدم بكل وحشية. ولما آدم كان بيحاول يبعد الكلب ده عنه للأسف ما كانش بيعرف، لأن الكلب كان حجمه كبير وكان بيهجم بكل قوته. بس على آخر لحظة لحسن الحظ كارلا اتصرفت وجابت خشبة وفضلت تضرب بيها الكلب عشان تحاول تنقذ آدم. وفعلا ساعتها اللي عملته كارلا ده نفع، والكلب لما اتضرب كذا ضربة خاف وطلع يجري. فكارلا جريت بسرعة وقفلت الباب عشان ما يدخلهمش كلاب تاني. ولما الدنيا هديت شوية كارلا أخدت آدم وبدأت تعالجه من الجروح اللي فيه. وآدم بعدها بيقول لكارلا إنهم دلوقتي متحاصرين ولازم يتصرفوا مع الكلاب دي لحد ما الشرطة تيجي. فكارلا قالت له إن ما عندهمش أسلحة في البيت غير البندقية بتاعته. فآدم عرفها إن الطلق بتاعه خلص وسألها عن علبة الطلق اللي معاها. فكارلا بتقوله إن علبة الطلق بتاعتها موجودة في العيادة. فآدم ساعتها فضل يفكر، لأنه دلوقتي محتاج يخرج من البيت ويروح للعيادة عشان يجيب الطلق. وبعدها بشوية عربية الشرطة وصلت لمزرعة آدم. ولما الشرطي بص حواليه ولقى إن الدنيا هادية حاول يتواصل مع مركز الشرطة عشان كان عايز يطلب منهم رقم اللي عمل بلاغ ويسألوا عن اللي بيحصل. بس للأسف الضابط معرفش يتصل بالمركز لأن المكان ما كانش فيه شبكة. وفي اللحظة دي بقى في كلب بيعدي من جنب عربية الشرطة، بس الضابط بيكون مركز في التليفون ومخدش باله من الكلب. والمصيبة الأكبر بقى إن قطيع الكلاب كله كانوا قاعدين مستخبين ورا الشجر ومستنيين الضابط ينزل عشان يخلصوا عليه. وفعلا اللي عايزينه حصل، وده لأن الضابط لما ملقاش شبكة قرر ينزل من عربيته ويستكشف المكان بنفسه. وطبعا وقتها كارلا وعيلتها كانوا واقفين ورا الشباك وعمالين يشاوروا للضابط ويحذروه عشان يرجع عربيته تاني. بس للأسف بقى الضابط ما بيكونش شايف كارلا ولا حتى كان واخد باله من قطيع الكلاب المتوحشة اللي مستخبي وراه. وأول ما الضابط بعد عن العربية شوية الكلاب كلها بتظهر وبيهجموا على الضابط ده وبيخلصوا عليه بكل وحشية. والضابط لما حاول ينقذ نفسه ويضرب بالمسدس بتاعه للأسف معرفش يسيب ولا كلب، لأن كان عددهم كبير جدا وكانوا بيعضوه بكل وحشية. وللأسف بعد ثواني الضابط ما استحملش اللي بيحصل فيه ومات. وساعتها بقى الكلاب ما استكفوش لحد كده، دول كمان أخدوا الضابط وشدوه جوه الغابة عشان يتعشوا بيه. وعلى الجانب الآخر كارلا وآدم وولادهم بدأوا ينهاروا وحسوا بالرعب أكتر بعد ما شافوا اللي حصل في الضابط. بس بعدها آدم جات له فكرة وادى لاسلكي لمراته كارلا وقال لها إنه هيحاول يتسحب ويخرج للعربية، وأول لما يوصل فعلا هيبعت لهم الإشارة ويتحركوا كلهم ويركبوا معاه عشان يهربوا ويسيبوا المزرعة خالص. فكارلا في الأول كانت خايفة بس آدم طمنها وقال لها إن ده الحل الوحيد. وفعلا بعدها آدم أخد البندقية بتاعته وخرج من البيت. ووقتها بقى آدم بيكون عمال يتسحب عشان ما يعملش أي صوت ويلفت انتباه الكلاب ليه. وبعد شوية صغيرين آدم قدر فعلا يوصل للعربية، وأول لما دخل جواها واطمن كلم كارلا في اللاسلكي وقال لها تجهز. بس للأسف بقى قبل ما آدم يخلص المكالمة هجم عليه كلب من شباك العربية. ولما آدم حاول يبعده عنه للأسف معرفش والكلب فضل يعض فيه. فآدم من غير ما يقصد داس على دواسة البنزين، وطبعا لما عمل كده العربية جريت وخبطت في عربية الشرطة. وبسبب الحادثة دي آدم أغمى عليه والكلب اتعور وهرب. ولما كارلا أخدت الولاد وخرجوا بره البيت اتفاجئوا إن في كلب شرس واقف قدامهم وبيستعد عشان يهجم عليهم. بس قبل ما يعمل كده كارلا أخدت ولادها بسرعة ودخلوا جوه البيت تاني وقفلوا على نفسهم. بس المصيبة بقى كارلا اكتشفت إن في كلب معاهم دلوقتي جوه البيت، ولحسن الحظ الكلب ده عدى من قدامهم من غير ما يشوفهم. فكارلا بتترعب من الكلب وبتنبه على ولادها إنهم يكتموا نفسهم عشان الكلب ما يشوفهمش ولا يحس بيهم. وبعد ما كارلا بتتأكد إن الكلب بعد عنهم بتاخد ولادها وبيروحوا يستخبوا في الخزنة. ولما كارلا لقت إن الدنيا هادية
قالت لولادها يفضلوا هنا وعرفتهم إنها لازم تطلع عشان تحاول تنقذ آدم. وبعدها فعلا كارلا سابتهم وراحت المطبخ وأخدت سكينة عشان تدافع بيها عن نفسها. ولما كارلا سمعت صوت دوشة جاي من الصالة بدأت تتسحب عشان تشوف إيه اللي بيحصل وهي ماسكة السكينة في إيديها. ولما وصلت عند مصدر الصوت لقت كلب مسعور عمال يهجم على اللعب بتاعت ولادها. فكارلا عرفت إن الكلب ده أخطر كلب فيهم ولازم أول حاجة تعملها تخلص منه. وفعلا وقتها كارلا دخلت الأوضة اللي جنبه عشان تستدرجه يروح لها وتحاول تصطاده قبل ما هو يصطادها. وعشان كارلا تخلي الكلب يروح لها فضلت تعمل دوشة في الأوضة اللي مستخبية فيها. وطبعا أول ما الكلب سمع الدوشة دخل بسرعة للأوضة دي. فكارلا بكل ذكاء خرجت من الأوضة بسرعة وقفلت الباب بتاعها وحبست الكلب جواها. ولما الكلب اكتشف إنه وقع في المصيدة اتعصب أكتر وفضل يحاول يكسر الباب بدماغه عشان يخرج من الأوضة. بس لحسن الحظ كل محاولات الكلب فشلت ومقدرش يخرج. ولما كارلا اطمنت حاولت تكلم آدم في اللاسلكي بس طبعا مردش عليها لأن آدم كان مغمى عليه. وفي اللحظة دي كارلا سمعت صوت دوشة جاي من الجراج. فكارلا مسكت السكينة بتاعتها وفضلت تتسحب في هدوء ناحية الصوت ده. ولما كارلا نزلت للجراج لقت كلب تاني تحت. فكارلا جريت بسرعة وحاولت تستخبى منه قبل ما الكلب يشوفها. بس للأسف بقى الكلب حس بكارلا وفضل يدور عليها في الجراج كله. ولما كان خلاص الكلب هيوصل لها سمع صوت عالي جاي من الخزنة. وطبعا الصوت ده كان صوت ولاد كارلا. وطبعا الكلب بعد ما سمع الصوت ساب كارلا وطلع يجري بسرعة عشان يوصل للخزنة. وللأسف وقتها بقى صوفي بنت كارلا سمعت صوت جاي من قدام الخزنة. فساعتها افتكرت إن دي مامتها وفتحت جزء من الباب عشان تخليها تدخل. بس للأسف الكلب وقتها استغل الفرصة وبسبب الجزء اللي كان مفتوح هجم على صوفي. وطبعا لأن صوفي وهنري كانوا مرعوبين فضلوا يندهوا بصوت عالي على كارلا عشان تيجي وتنقذهم من الكلب ده. وفعلا في نفس اللحظة كارلا كانت وصلت لهم وطبعا من غير تردد ضربت الكلب بالسكينة عشان تنقذ ولادها. وبسبب الجرح اللي عملته كارلا للكلب فضل يتألم وهرب بسرعة وسابهم ونط من الشباك. وكارلا دخلت لولادها بسرعة عشان تطمنهم. وعلى الجانب الآخر آدم أخيرا بيفوق ولما بيلاقي إن العربية بايظة بيقرر يعمل الخطة التانية وهي إنه ياخد بندقيته ويروح للعيادة عشان يجيب طلق ويحاول يخلص على الكلاب دي. ولما آدم وصل العيادة حاول يتواصل مع كارلا في اللاسلكي بس كارلا ما بتردش عليه لأن اللاسلكي ما بيكونش معاها. وفي نفس اللحظة دي آدم سمع صوت جاي من العيادة فبدأ آدم يتسحب عشان يوصل لمصدر الصوت. ولما آدم وصل هناك لقى إن للأسف في كلب متوحش أكل كل الحيوانات اللي في العيادة اللي كارلا كانت بتعالجهم. فآدم ساعتها عارف إنه في خطر واستخبى تحت الترابيزة عشان الكلب ما يشوفوش. وفي نفس اللحظة دي صوفي أخدت اللاسلكي من كارلا وحاولت إنها تتواصل مع آدم عشان تعرفوا أخبارهم. بس آدم أول لما سمع الصوت قفل اللاسلكي بسرعة عشان ما يلفتش انتباه الكلب. وللأسف بقى الكلب كان خلاص سمعه وعرف إنه موجود. ولما آدم حاول يهرب ملحقش لأن الكلب ظهر فجأة من ظهره وهجم عليه. وساعتها بقى بتحصل معركة كبيرة جدا بين الكلب وبين آدم. بس المعركة دي بتكون في صالح آدم لأنه في النهاية عرف يضرب الكلب ده لحد ما خلص منه. وبعد ما آدم بيهدى شوية بيروح يجيب طلق للبندقية عشان يرجع تاني لعيلته وينقذهم. ولما آدم حاول يرجع تاني معرفش لأنه لقى إن الكلاب عددهم كبير جدا ومحاصرين البيت من كل اتجاه. فساعتها بقى آدم اتصل بكارلا وقال لها تتسحب من الباب الخلفي وتجيله على العيادة لأن العيادة دلوقتي أأمن مكان ليهم. فكارلا سمعت الكلام وفعلا أخدت ولادها وخرجوا من الباب الخلفي في هدوء. بس للأسف قبل ما يوصلوا للعيادة كارلا اتكعبلت ووقعت. ولما بصت حواليها لقت إن في كلاب قاعدة ولو سمعت صوتهم هيهجموا عليهم. بس صوفي وهنري قدروا يوصلوا للنفق اللي بيوصلهم للعيادة. ولما لقوا إن كارلا مش معاهم وقفوا وقرروا يرجعوا لها تاني. بس كارلا شاورت لهم وقالت لهم كملوا انتوا وأنا هتصرف واجي وراكم. وفعلا ساعتها صوفي وهنري سمعوا الكلام ودخلوا هما الاتنين النفق عشان يوصلوا لباباهم. ولما كارلا اطمنت عليهم بدأت تقوم في هدوء عشان ما تلفتش نظر الكلاب ليها. لكن للأسف بقى
المرة دي كارلا معرفتش، والكلاب أخدوا بالهم منها وجريوا عليها. فكارلا ما كانش قدامها حل غير إنها ترجع للبيت بتاعها تاني قبل ما الكلاب يوصلوا لها. وعلى الجانب الآخر هنري وصوفي كانوا لسه ماشيين في النفق، بس المشكلة بقى كانوا سامعين أصوات حاجات ماشية حواليهم، ولما بيحاولوا يبصوا عشان يشوفوا إيه الصوت ده للأسف بيلاقوا كلب مرعب ماشي فوقيهم عشان يحاول يوصل لهم. وكمان الكلب لأنه شامم ريحتهم كان بيحاول يدخل لهم من أي مكان. وبعدها وهم ماشيين في النفق هنري لقى لعبة من الألعاب بتاعته، فوقتها افتكر إنه كان واخد طلقتين من علبة باباه ومخبيهم في قلب اللعب. فهنري راح بسرعة لصندوق اللعب اللي في العيادة عشان يجيب الطلقتين دول، بس صوفي كانت خايفة عليه وفضلت تستعجله عشان يرجع بسرعة ويحاولوا يوصلوا لباباهم. وللأسف في الوقت ده الكلب اللي كان بيحاول يدخل لهم قدر يوصل لباب النفق اللي هم فيه، وطبعا دخل يجري بسرعة عشان يحاول يوصل لهم. لكن لحسن الحظ صوفي وهنري قدروا يخرجوا من النفق وقفلوا الباب على آخر لحظة. وآدم في الوقت ده طلع فوق العيادة وكان معاه البندقية وموجهها ناحية البيت عشان يحاول ينقذ كارلا ويساعدها توصل لهم للعيادة. بس كارلا بقى ساعتها جات لها فكرة وطلعت مواد التنظيف ودلقتها في كل حتة وولعت فيها، وكان هدف كارلا إن الكلاب ما تقدرش توصل للعيادة. وفعلا خطة كارلا نجحت والكلاب خافوا من النار وبعدوا عن العيادة خالص. بس المشكلة اللي كارلا ما كانتش عاملة حسابها الكلاب كلها اتلموا حواليها وقرروا يخلصوا منها هي الأول. وطبعا آدم كان شايف كل اللي بيحصل ده وكان عمال يضرب ببندقيته عشان يساعد كارلا، بس لأن الدنيا كانت ضلمة والكلاب كانت بتتحرك بسرعة كبيرة آدم معرفش يسيب ولا كلب، وكمان للأسف الطلق بتاعه خلص. ولحسن الحظ بقى هنري وصوفي وصلوا لآدم وهنري اداله الطلقتين اللي كانوا معاه. وفي نفس الوقت ده كارلا كانت في معركتها مع الكلاب وطلعت تجري ناحية العربية عشان تحاول تهرب منهم. وللأسف بقى لما كارلا وصلت ودخلت العربية الكلب ما سابهاش ودخل وراها وهجم عليها بكل وحشية. فكارلا بتلاقي جنبها حديدة وبتمسكها وبتفضل تضرب في الكلب، وبعد كام ضربة الكلب بدأ يدوخ. فكارلا استغلت الفرصة ونزلت بسرعة من العربية وحبست الكلب جواها. وطبعا لأن صوت الكلب كان عالي الكلاب كلها بدأت تتجمع، فكارلا ما كانش قدامها أي مكان تستخبى فيه إلا تحت العربية. ولما افتكرت إنها خلاص بقت في أمان للأسف ما بيحصلش كده، لأن في كلب تاني عرف مكان كارلا وشدها من رجليها وطلعها من تحت العربية. وكارلا لما بتطلع بتلاقي قدامها كلب مرعب بيستعد عشان يهجم عليها. فكارلا للأسف بقى خلاص استسلمت واعتقدت إن دي نهايتها. بس لحسن الحظ على آخر لحظة آدم عرف يضرب الكلب ده، وكده بقى أنقذ كارلا ورجع لها الأمل تاني في الحياة. ولما النهار بدأ يطلع الكلاب كلها بدأت تهرب وتدخل جوه الغابة تاني عشان تستخبى. وعيلة آدم كده رجعوا تاني اتجمعوا بعد ما قضوا أصعب ليلة في حياتهم. وآدم اتفق مع كارلا إنهم يمشوا من المزرعة فترة لحد ما الشرطة تيجي وتخلص على قطيع الكلاب دول، وبعدها يبقى يرجعوا للمزرعة بتاعتهم تاني. وكده بقى آدم وكارلا قدروا يحموا عيلتهم من قطيع الكلاب المتوحشة. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.